اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين، خلاص بقى رمضان على الابواب. تعالوا جايين محل عربي نشوف فيه بلح، في حاجات رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعلها سنه سعيده عليكم. تعالوا هنقلب الكاميرا مع بعضنا ونشوف ايه اللي موجود جوه في المحل العربي وايه اخبار الاسعار وكده. اول ما دخلنا تعالوا بقى نشوف حاجات رمضان ايه اللي موجوده. عندهم اسعار طبعا كتير مختلفه. شايفين بقى روايح رمضان، معلقين الفوانيس ومعلقين الزينه بتاعت رمضان. بصوا عندهم الستاير بتاعت رمضان وكده. سعرها كام دي؟ ب10. تمام. هذا ب10. تمام. 15 والملون كله ب20. الملون اللي فوق ده كله ب20. تمام. يبقى دي سعرها $10 هنا موجود. على فكرة اسعارهم حلوة كتير جدا، الاسعار حلوة. ودي كمان ده فرع كده برضو بينور. قال كله 10 ما عدا دي سعرها 15. ستورة القلوب دي. واللي فوق تقريبا قال 20 او قال 20 تقريبا. بس فعلا في اشكال حلوة كتير قوي قوي موجودة جوه المحل. تعالوا نشوف في ايه تاني رمضان. الفانوس الجميل ده تبقى عليه كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. والفانوس سعره كام معلش؟ 15. ماشي 15. تعالوا بقى نشوف البلح اسعاره. بصوا عندهم انواع كتير من البلح. البلح ده وجماله. دي كرتونة مثلا فيها 2 كيلو زيادة بالوزن المصري. في بقى انواع كتير. ده نوع كمان اهو اسمه تمور الحاج. استنى افتحها لكم. بصوا كل جزء مثلا هنقول فيه اكتر من ربع كيلو مثلا او اكتر. مش عارفة الوزن بالبون قد ايه بصراحة، بس ممكن ندور على الوزن هنا. 2 كيلو. 2 كيلو الوزن بتاعها 2 كيلو. او لا تقيلة على فكرة. في برضو ده كمان تمر زياد حلو قوي، انا بجيبه على طول. دي علبة صغيرة 908 جرام، اقل من الكيلو حاجة بسيطة. يبقى عندهم انواع كتير اهو للبلح. هنسأل برضو على سعره دلوقتي. بصوا الكرتونة دي كانت في ايدي الاول عاملة $70. حطت السعر اهو. يبقى سعر الكرتونة ديت $70. دي الاسعار بتاعت المحلات العرب. والعلبة الصغيرة 28. يبقى الكبيرة الصغيرة 28 والكبيرة تمنها $70. عنده بلح ناشف كمان اهو. مش ناشف قوي يعني بس حلو. انا شايف من التاني مش عارفة بقى سعره كام برضه. والعلب دي حلوة، احنا بنجيبها على طول، جميلة جدا. بنجيبها كده مبيبقاش فيها النوايا اللي جوه زي ما انتوا شايفين كده. ده كده البلح. تعالوا نشوف باقي زينة رمضان. عنده جايب حاجات حلوة قوي قوي السنة دي. الفوانيس دي تعالوا ناخدها واحدة واحدة كده. عنده بقى فوانيس الشكل ده كده موجود، اللي هو ده الشكل اللي في العلبة ده هو الشكل ده. شايفينه؟ طبق تسالي برضو على شكل هلال ونجمة، حلوة قوي قوي. الصواني دي جميلة برضو. عنده بقى تشكيلة من الصواني. عنده حلل. طقم التوابل ده وجميله وقب. سعره كام؟ 45. تمام. سعره $45.
ده سعره احنا قلنا حلو. بصوا بقى عنده كمان ده طقم تسالي. بصوا بتاع الجميله دي سعرها 45 دولار. تسالي برضو تحط فيها كحك، تحط فيها تقدموا فيها اي حاجه. حلوه قوي قوي. فناجيل قهوه عنده، قطم القهوه دي. صواني بقى اشكال والوان. استنوا عايزه اوريكم الصينيه ديت لفتت نظري. فاكرين الصواني اللي احنا بنجيبها نحطها في النيش في مصر؟ بس هي جميله بصراحه. الحاجات بقى دي كده كلها صواني. بصوا دي بتاعه الشياله بتاعه الكحك ب 25 دولار. على فكره سعرها حلو جدا جدا ومختلفه. فناجيل بقى اشكال والوان. طبعا تقريبا كل طقم سعره 75 دولار ده، و36 دولار برضو. بجد بجد المحل ده فيه حاجات كتير. في بقى افرع نور كمان، دي افرع على شكل نجمه. انا هجيب حاجات برضو وهوريكم برضو الحاجات اللي انا هشتريها رمضان، وهوريكم اشكالها. دي مش عارفه بقى بيتحط فيها ايه، احنا هنساله برضو دلوقتي. ممكن يتحط فيها مصحف، بصراحه مش عارفه، بس على ما اعتقد ممكن يتحط فيها مصحف وكده. طقم شوربه برضو اهوت. بجد والله في حاجات جميله عنده، حلوه قوي قوي. الطقم ده كمان بقى عنده اشكال وحاجات كتير. تعالوا يلا نشوف باقي الحاجات اللي موجوده في المحل. بصوا بقى كمان هنا في كوبايات. بصوا الاشكال الجميله دي، تحسسكم ان هي حاجات يعني الحاجات اللي هي العربيه دي بصراحه جميله قوي قوي وعجبتني. بصوا يا ولاد الكوبايات دي، بصوا دي، بصوا دي ايه؟ افتحها كده وريها لنا. بصوا سلوى معاها حاجات للصلاه. استنوا هتفتحها توريها لنا. بصوا دي بقى ايه؟ طقم الصلاه. بجد كنا دايخين عليه، حلو قوي قوي. يعني واحده لابسه بقى بيجامه قاعده بحريتها في بيتها هتلبسه جميل جدا جدا. دايما بشوفه هنا، ما مش مشكله، دايما بشوفه هنا على المغاربه والسوريين اكتر بصراحه. حلو قوي. احنا هناخد منه برضو، هنشتري الحاجات وهنوريكم مشتريات رمضان. سلوى هتلبس اهيت هتوريه لنا. جميل. شايفين بقى الحاجه سلوى؟ هو ده بقى الفكره بتاعته. بجد حلو قوي قوي. هناخد منه انا وسلوى وجنات، حلوين كده يشجعنا على الصلاه اكتر وكده. يعني كده يعني كملوا انتوا بقى الجمله. كوبايات بقى واشكال والوان عادي. الفكره عندي مش في الدرايه، لا حلو. عنده فوله برضو، هنجيب فول عشان نعمل فول. هنساله الاول لو عنده اكبر منها، لاني انا محتاجه واحده. لو ما فيش الاكبر طبعا مش هاخدها. ما فيش اكبر من دي؟ اكبر شويه مقاس الحجم. لو في الحجم فين؟ في ايه؟ عايزه فويله. هنشوف. لا اكبر، لا دي بكرش شويه عندي. تمام. احنا هناخد بقى كبير. سعرها كام بقى؟ قول لنا كده. 18 ب 18 دولار. حلو. الاسعار هنا حلوه جدا. 18 99. في بقى اشكال كده. بصوا بقى المخرطه، كنت دايخه على المخرطه والله. لسه شحطه بتاعت واحده صاحبتي لسه موجوده عندي، موجوده هنا. بقى ناخد لنا واحده، ناخد لنا واحده. شركه انا وسلوى 9 دولار، كل واحد يدفع 3 دولار ولما نشتري كذا واحده. بصوا بقى الذوق التاني. بصوا بقى قولوا لنا ده احلى ولا البني. انا شايفه التاني اجمل وده حلو برضه، بس التاني جميل. الاتنين حلوين بصراحه، والله الاتنين حلوين. لا والله حلوين من قلبي، من قلبي. كل سنه وانتم طيبه يا سلوى. لا ده حلو، هناخد ده، نبقى نغيره كل واحد تاخده اسبوع. خلاص خدي انت ده وانا هاخد البني. ماشي. حلوه قوي. تعالي يا جدع. بصوا بقى عنده اشكال بقى. عند في كنك، في براريد اهيت ازاز. المحل عامه فيه كل حاجه بقى، فيه خضار، فيه كل حاجه. تعالوا بصوا هوريكم الشوايه دي كده. الشوايه دي عجبتني فكرتها قوي قوي قوي، عجبتني قوي قوي. بفكر ان احنا ناخدها مع اللي عندنا. الطقم دي برضو حلوه قوي قوي. تحطوا فيها فول بقى، تحطوا فيها رز بلبن، تحطوا فيها بصوا حاجات كتير، تحطوا فيها العيال. في برضو عنده البرايم والحاجات ديت. بصوا الحاجات الفخار دي طبعا لها استعمالها ولها ناسها. بصوا بقى انا عامه انا كل تركيزي النهارده هو المحل فيه حاجات كتير قوي، من لحوم لحاجات كتير، بس كل تركيزي على حاجات رمضان. يعني عنده كمان صوبيا اهي
علبه على بعضها سعرها 11 دولار والله العظيم يا بلاش. حلو قوي سعره، يعني سعره 11 دولار. الحجم بتاعه حلو جدا جدا. استنى هندور على التمر بقى والحاجات دي. في تمر يا جنه؟ اه ده ايه ده؟ عرق سوس اهو عرق سوس. ده عرق سوس على ما اعتقد ولا ده ايه؟ عرق سوس اهو جاهز. سعره برضو مش غالي. بصوا سعره 5 دولار مش كتير. سلوى طبعا لقت اسدال. بصوا سلوى شغاله النهارده بيقول عليها جنات موديل. بصوا زي ما انتم شايفين كده. الطقم التاني اسهل. ما احنا عندنا الاسدالات. الطقم التاني اسهل. بنطلون بيجامه على طول هيتلبس بجد. ده بدوري بس شايفين. طموع الحاجه جنات وفاء بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. عرق سوس برضو ده نوع تاني. ده محل عربي. وعنده الكوفي ميكس بتاع مصر. سعره كام بقى؟ هو تقريبا 10 برضو. احنا هنروح عند الكاشير دلوقتي وهنشوف الاسعار ايه. من الناحيه الثانيه هتلاقي الاسعار ده لا اهو سعره 15 16 دولار. سعره 16. وده النوع التاني منه عامل 4 دولار. يعني في كل المقاسات وكل الاحجام. بصوا دي البكاوي الصغيره فيها كتير. في تمر هناك الناحيه التانيه. امان الحاجات دي ايه؟ امان ده ايه؟ ده زي كركديه او شيء حاجه زي كده. تعالوا ما نشوف. جنات بتقول الحاره التانيه فيها عصاير وفيها حاجات. فين الحاره التانيه؟ لا دي كلها معلبات. مفيش هنا حاره تانيه ولا بتاع. بصوا بقى انواع كتير في قلب المحل. طبعا التلاجة فيها كل حاجه برضو. التلاجة بقى ملوخيه تلاقوا. تعالوا ما نجيب ملوخيه مش مشكله. ما انا خدت تعملي رز بلبن تحطي في الفرن. فول بعد ما تخلصي والحاجات دي حطيه. ولو عايزه تفرغي فيه بس حتى كتقديم جميل. فول خدت ده يا جماله كده لما تحطي في قلبه الفول وتحطيه. ده تحفه. انا جايبه اصلا للفول كتقديم اقدم فيه. احط فيه الفول نسحر فيه ناكل فيه. انا اصلا جايباه مخصوص عشان الفول. حطي فيه زبادي. اعملي زبادي على ايدك. ايه رايك؟ اللي بقى تحطي فيه الزبادي حلو قوي قوي. هاخد منه واحد جميل على فكره. ماشي انا خدت على فكره. ماشي هاتي لي الاخضر مش مشكله. في بقى ملوخيه في فول في بسله. تعالوا بقى نجيب ملوخيه. فين الملوخيه يا جنه اللي انت جبتها؟ النوع اللي احنا بنجيبه. لا هو مفيش اللي احنا بنجيبه. دي ايوه جنبها بقى دي على فكره احلى نوع هم جربوه. ايه تاني؟ كان عندي واحد لسه طبخه ده انا بقيت اشك في الانواع. دي في العمايل برضه. لا على فكره كان عندي وعملت. خليني في الفتحه غامقه يا جنه صورتها كده. ادي بقى الملوخيه كمان. ناخد ملوخيه. طبعا في باميه كمان. سلوى عماله مش مبطله. باميه دي الزيرو الصغيره. هناخد منها عشان نبقى نعمل منها في رمضان. في ايه؟ لبان زيت. لبان شيكلز بتاع مصر. بصوا جنة جايبه ايه؟ زي البان الشيكلز بتاع مصر. جايبه البان شيكلز. جنة سلمي عليه. ممكن طيبين. فين الزير؟ الزير هو. طب هو ده زير؟ زير. سلوى بتقول على ده زير. اي والله يمشي زير يعني. عامل زي الكولمان. كولمان فخار. زير. الفخار زير. وانت هتعملي هو زير. لا بس ده مش زير. لا ده رسمة الفخار. رسمة بتاع لخبطتني منك ليه؟ جميل على فكره. هو ايه الحاجات دي برضه؟ في هنا ايه؟ اهو ده ترمس كده. سمبوسه. في بقى كمان مجمدات بقى الحاجات السريعه. في سمبوسه. بصوا بقى المحل فيه من خيرات ربنا صراحه. دي جبن بقى بانواعها. جميع انواع الجبن. اللبن الرويب والحاجات دي اسعارها 5 دولار. مش كل حاجه هنا عليها سعرها بصراحه. علبه الجبنه عامله دولار 79. الجبنه اللي هي المثلثات. ادي الجبن العاديه السعر بتاعها 3.49 العلبه. الجبن بتاعتنا بتاعت مصر جرين لاند وفيتا. وبصوا فيتا لايت كل الانواع موجود. ما بقى انواع اللانشون والحاجات دي. بصوا بقى نوع الجبنه ده انا بحبه قوي. مش عارفه ده سعره لا بس هي المفروض اغلى من كده.
مش عارفه ازاي ده السعر. ممكن يكون جنات. هي الجبنه ايه كده؟ جردل صح؟ جردل مش عارفه ايه. او على فكره السعر بتاعها حلو، بس دي استحاله $6 دي. دي فين جرينلاند بقى موجوده؟ هنشوف سعرها ايه دلوقتي، بس استحاله يكون ده سعرها. جنات جايبه لنا حله توريها لنا سعرها كام؟ مش ولا مش معلهاش سعر هناك؟ لا ما مش عارفه. بس حلوه على فكره، وريني كده ماشيلها. هي خفيفه بس لو مطبق او اسالي قولي كده يكون هو كده. لا بايظ. اسالي على واحده غيرها. انا نوعيه الجبنه دي بصراحه بحبها احسن من العلب كمية. ناخد بقى ايه، تعالوا نشوف باقي الحاجات اللي موجوده في المحل. هي اصلا هي نوع اللي موجود. ميه ورد، الشعريه برضو موجوده عنده. نوع الشعريه ده حلو قوي قوي. كيس الشعريه عامل $2.25. دي الاسعار بتاعت المحلات العرب. الكيس ده عامل $2.25. يعتبر اسعاره يعني الى حد ما حلوه بصراحه. عنده ايه تاني؟ ده برضو ده نوع تاني اهو ب$2.99. بس بصراحه انا بحب دي تبقى رقيقه كده وخفيفه وحلوه. لسان العصفور برضو ده سعره $2.59 وده سعره $2. ده حلو وده حلو. ده الاستعمال وده الاستعمال. يعني ده انا بجيبه ممكن استبدله بديل للرز البسمتي بصراحه. هاخد كيس اهوت معاكم وهعمله لكم واقول لكم اللي مش حابب يجيب الرز البسمتي او يوفره هقول لكم تعملوه ازاي بلسان العصفور. سعر النوتيلا $5 هنا. رمان في هنا دبس رمان اهوت. كل حاجه موجوده جوه المحل. تعالوا يلا نكمل باقي جولتنا. تعالوا بقى ده القسم التاني. القسم ده بقى فيه لحوم وفيه حاجات كتير. تعالوا هنسأل على اسعار اللحوم الاول وبعد كده هنخرج. هنا بقى عندهم اللحوم عندكم لحوم صح؟ تقول لنا الاسعار ما يخلص معاه مكالمة تليفون هيخلص وهيقول لنا الاسعار. تعالوا بس عايزين نجيب فول الاول. نعمل فول وكده. ده الرز هنا. الرز ده نوعه على فكرة كويس. عايزة برضو بس سعره $16. الكيس الصغير عامل $8. ده نوع من الأنواع. والرز برضو ده حلو. رز بصوا جميع أنواع الرز. ده رز مصري. سعره مش عارفة مش موجود ليه. ده بقى تحفة. النوع ده جميل جدا جدا جدا. وتقريبا كلهم نفس السعر. النوع ده أنا بحب أجيبه بصراحة. حلو قوي قوي في الاستعمال. مش لاقيه الفول اهوت بس انواع بقى مختلفه ليه. مثلا هنساله على ان احسن نوع ايه ان احنا ندمسه. خلاص ماشي شكرا. قال لي انا مش عارفه الانويه فاحنا هنشوف النوع. في برضو النوع ده حلو برضو شكله كده. احنا ممكن ناخد ده نجربه المره دي. ودي علبة برضو كمان اهي. هنسأله بره برضو ايه احلى الانواع. ده نوع اهوت. العلبة دي تمنها $3.39 والكيس تمام نفس السعر $3.39. هناخد ده وهناخد ده وهنشوف. ده قيمته 900 جرام. سعره حلو جدا جدا. عنده صدرة فشار. عنده دقيق بسبوسة. حاجات كتير جوه المحل. عنده كسكسي برضه اهوت مبرومة. عنده صلصة. قسم كامل للمخللات. تبتدي بقى من $3.49. بصوا اسعار بقى مختلفة. $10 7 4 كل حاجة ولها التمن بتاعها. المخللات بتاعت الملكة دي حلوة قوي انا جربتها. في نوع كمان اسمه تحابيش برضو انا بحبه جدا. حلو بس تقريبا مش موجود عنده. انا بجيبه من محل تاني بصراحة. انواع بقى كتير للمخللات زي ما انتم شايفين كده. بصوا جزء كامل في مخللات اهيت بالاسعار مختلفة. المحل ده بصراحة بيتميز ان اسعاره بجد حلوة. القسم فيه بقى جبن قشطة جبنة بوك حاجات بقى رمضانية مش رمضان. التين زبيب موجود. قمر الدين المشمش المجفف
بصوا انواع كتير جدا والاسعار حلوه على فكره. لفه قمر الدين عامله 229. مش عايزه حاجات من يمش رمضان. انا هاتي تاني. الزبيب مش عارفه، ما عندوش الزبيب الصغير ليه. انا عندي. بصي لا الزبيبه كبيره قوي، انا بحب الصغير شويه. حد فيكم شايف ورق نورة؟ ايوه الورق اللورة تحت. العافيه. بصوا ورق العنب هنا سعره على فكره حلو جدا، ده عامل 11 دولار. بصوا سعره 8 دولار على فكره، ارخص بكتير وحلو قوي. احلى نوع انا بجيبه العافيه، يعني اللي حابب يشتري يجيب العافيه. لا اسعاره حلوه بصراحه. يعني المخلل بس ما فيهوش شطه. ما جربتوش، مش عارف، ما جربتوش بصراحه. هناخد ورق عنب رخيص لان المحل بصراحه بعيد عن البيت مسافه ياما يعني. جنات وقفت في حاله المخللات بتجيب لابنها. هو بيقول انا عندي خيار على فكره. كده خلاص انا خلصت يعتبر كل اللي موجود في المحل. هي اسعار اللحمه. تمام شكرا. جاب لنا اسعار اللحمه كلها على فكره، الاسعار عنده تعتبر كويسه. اللاب تعالي يا سلوى. او لا قولي كده لان انا مش بعرف قوي. اول حاجه اللاب اللي هي الغنم اللي هو البون ب7. البون فيه ب7.5. البون مش الكيلو، البون اقل من النص كيلو، عامل 7.5. ده ايه؟ لا ده لم برضه. لا سلوى بتقول تاني حاجه ديت اللي هي المعيز واللي هي والشب 11 دولار. والاخيره ده اللي هو الخرفين. الثالثه اللي هي الخرفين. ما تلخبطيهمش. الاولى المعيز، عامه اسعار اللحوم موجوده هنا. الثالثه التشيكن. في تشيكن يا البون فيها ب2 وي. فكره يا بلاش. والتشيكن الثانيه اللي هي متاكده؟ ايوه. والبيف تحت اللي هو الجواميس. بصوا يا جماعه عامه عشان احنا ما نلخبطش كتير، الاسعار قدامكم اهيت. بصوا بتبتدي البيف اللي هو الجواميس يا جماعه ب6 بون. 6 البون ب6 دولار. البون انا اسفه ب6 دولار. والتشيكن 3 دولار. وفي برضو تشيكن تانية هو التشيكن 2.25. واللام 11 دولار و11 برضو. عامة اللحوم 7 11 والتشيكن 2 و3. الفراخ اللي هي الفراخ. والاخر حاجه اللي هي ايه؟ بيف اللي هي البيف اللي هو الجواميس. البقري هو البقري 6 دولار. دي اسعار اللحوم عندهم، واللي يفهم اكتر برضو من الكتابه هيبقى عارف الاسعار ايه. سعرها كام؟ السعر بتاعها ايه؟ 27 دولار. صفيحه السمنه عامله 27 دولار. حلوه برضو. عايش برضو جوه المحل كده خلاص. بصوا المباخر دي، عندهم مباخر حلوه قوي قوي قوي، جميله بصراحه. لو انا ما كنتش جبت كنت هجيب. بصوا جمالها، بصوا الحلاوه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. في عيش جوه المحل كمان. كده خلاص انا خلصت الجوله النهارده. يلا بقى اروح عشان انا اتسوق واجيب حاجتي وايه ونروح. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. رمضان كريم عليكم يا رب. مع السلامه.